محاولة البحث عن أفضل فيلم مصري آخر 10 سنين كانت من الرحلات اللي مش صعبة صراحة، ولكن من الرحلات اللي تستحق التأمل في حالها. يعني خلينا نحاول برضو نجرد دور الإيرادات من الفيلم ده، إنه مفيش دليل على نجاح الفيلم أكيد لو عمل إيرادات عالية، إلا لو اعتبرنا المبدأ ده فيبقى نحط البورن اندستري في الاعتبار بقى. المهم إنه مش من القايمة بتاعت أعلى إيرادات فيلم في تاريخ السينما المصرية وما إلى ذلك، ولكن ها، لو الفيلم كان من اعلى ايرادات دي تبقى حاجه كويسه. يعني انا بتكلم ان مش دي المشكله، يعني انا بدور على حاجه، او عايز اوصل فكره ان كون الفيلم محقق ايرادات اكيد ده مش دليل على اي حاجه. بس الفيلم دوت مش معناه ان هو محققش ايرادات، هو حقق ايرادات في الوقت اللي هو نزل فيه، ولكن مش بقدر او ما خدش التقدير بقدر الافلام التانية اللي عملها مروان حامد. انا معرفش ليه الفيلم دوت، انا عارف ان الناس اكيد عارفاه واكيد سمعت عنه، لكن هو ما اتشافش بقدر الافلام التانية. يعني انا عايز اشرح بس الفكره وبعد كده هتكلم ليه. كم مره انت قعدت شفت فيها فيلم ابراهيم الابيض او الفيل الازرق؟ اعتقد كتير كتير جدا، يعني الفيلم بيتعدى قدامك كتير او بيتفرج عليه انت من نفسك كتير. بس لما تيجي تبص على قائمه او يعني تبص على الاعمال اخر 10 سنين، هتلاقي في فيلم كده اسمه تراب الماس. هو حرفيا يعني اكاد اجزم ان الناس شافت الفيلم دوت مره مثلا وقت ما نزل، او مره بعدها في سنه ولا حاجه، ومش شافوش. يعني مش الفيلم اتدفن حرفيا، بس فيلم حلو جدا. يعني اتحط مثلا في قائمه احسن 10 افلام في اخر 10 سنين، واكاد افضله عن فيلم ابراهيم الابيض لافلام مروان حامد، واكاد افضله عن فيلم الفيل الازرق. وانا في الفيلم دوت يعني ايه، يعني قدام يا جماعة هتدركوا قيمة الفيلم ده، في ان هو هيصمد عن الافلام اللي عملها مروان حامد مؤخرا وخدت تقدير زيادة عن اللزوم. تراب الماس يعني ايه، من الافلام اللي انا بفضلها في قصتها الروائية. يعني في حاجة كده معينة هي اللي مميزة القصة بتاعت تراب الماس من ناحية الرواية، وهي الاصوات والعمق الداخلي بتاع الشخصيات. هو معمول زيادة عن اللزوم، معمول زيادة اوفر، بس ده النوع اللي بيعرف يعمله احمد مراد. خلينا متفقين ان احمد مراد عمل ده في الفيل الازرق وتراب الماس. ومع قرايتي للروايه دي يعني انا ما اقدرش اقول ان انا حبيتها. انا حبيتها شويه، بس ما كنتش مهتم بيها ولا بروايات بتاعت احمد مراد، لان انا مش فان ليها، لان انا مش من النوع ان انا بستلذه او احبه، بس ما اتوقعش انها هتكون فيلم، يعني فاهم. لكن كلنا متفقين ان معالجه الاعمال الروائيه بتختلف شويه عن الروايه، ممكن تطلع احسن منها وممكن الوضع يسوء وتطلع اوحش. بس سواء هتعمل فيلم او مسلسل، اكيد طبعا المعالجة هتختلف عشان الران تايم بتاع العمل ده او الوقت بتاع الفيلم. المهم ان معالجة الفيلم هنا ما تأثرتش نهائي بده، بالعكس ده قدروا يوظفوا الاصوات الداخلية والعمق ده في المونتاج بشكل ذكي، يعني بطريقة مش طبيعية. يعني احمد حافظ اتوقع ان هو ده ساعد في كمال العمل على المستوى التصاعدي بتاع الشخصية. يعني الرواية دي مثلا نزلت في وقت صعب في 2010، والفيلم نزل برضه في وقت صعب في 2018، وقت فيه الرقابة كانت أشد ما يمكن، ولكن مش ده الموضوع. الفكرة في الحاجة أو الصناع والقائمين على العمل ده، كانوا في منتهى البيك بتاعتهم. يعني دور زي ماجد الكدواني ده، أكيد ما أعتقدش إن كان في حد يقدر يعمل دور زي ده أحسن من ماجد الكدواني. محمد ممدوح، السربيس أو أحمد كمال، كلها ادوار اساسيه في الكاست اللي كان قوي جدا ان هو يخلق ادوار مساعده لبناء عالم الشخصيه الاساسيه بتاعتنا اللي هي طه. بس يعني هو ده فيلم تراب الماس، ان هو حاجه هتتعمل والناس مش هتركز معاها جدا، وهيجي عليها وقت بعدين الناس هتقعد تقدرها بزياده، وده انا متاكد منه مليون المية. والفكره في تقدير الفيلم ده دلوقتي او بعدين، في انه هو فيلم عرف يجمع كل الناس في اماكنها الصحيحه تشوف لوحه فنيه، ويخلق العالم بتاع الناس دي بطريقة تناسب المنظور بتاع الشخصية الأساسية بتاعتنا، وهي شخصية طه. والفيديو دوت مش معمول لأجل مسمى بقى أو تحليل أو لشيء مثلا، لا، هو أنا عايز أقول رأيي في الفيلم حتى لو عدى عليه 100 سنة، عايز أقول رأيي فيه بس. فأنا كنت حابب أتكلم عن الجماليات الفيلم، وأتكلم عن مشاعري ناحية الفيلم. يا ريت قبل ما نبدأ، يا ريت يا جماعة تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، لأن ده فعلا جدا بيساعد. وبس. طه حسين الزهار، صيدلي وعايش مع أبوه القعيد، اللي كان في الأساس أصلا مدرس تاريخ. تابت خلفيات الشخصيات اللي هي كانت من خلالها عرف الكاتب بيخلق العالم، أو يعمل إيه،
او ينشأ نقطة محورية في عالم الشخصية الأساسية بتاعتنا، ويعمل الدوافع الأساسية للشخصيات المساعدة في العالم ده، او يعمل البلوت يا جماعة، يعمل بلوت من الآخر عشان خاطر ايه، او نعمل الحبكة بتاعت الفيلم. هو ده ان الكاتب عمل حاجة تقدر نعمل منها الران تايم، او نعمل منها السكرين بلاي، او نظهر العالم بتاع الشخصية عن طريق خلفيات كل شخصية حواليه، ومن خلالها نبتدي نسرد الفيلم او نحكي الفيلم بمنظور برضو الشخصية الأساسية. دي راس السنة لعام 2018 او لسنة 2018 بيلاقي حسين الزهار بعد ما كان قعدته طول الوقت قاعد عند الشباك بتاعه اللي بيطل على الفساد من حكومة هذا الحي بقى، وفساد عضو مجلس الشعب اللي ساكن قدامه، وفساد الناس اللي عندها محلات تحت بيته ان ابنه يولع عليه النور. انا مش بحكي قصة، انا بحاول اسرد الفكرة اللي الحدوتة بتاعتنا اتبنت بسببها او تشكل عندها بقية احداث العالم. حدث صغير جدا كون بعديه كمية جرائم، وكون بعديه كمية أحداث غيرت مجرى الفيلم وغيرت مجرى حياة البطل الأساسي بتاعنا اللي هو طه. يعني الفكرة هنا مش في الحالة اللي كان عليها حسين الزهار إن هو قعيد، الفكرة يعني الفيلم نفسه اتكلم عن الحالة اللي كان شايفها حسين الزهار. يعني على قد ما دور طه مهم، على قد ما هو كان بيوصل الرسالة أو الإرث اللي كان سايبه أبوه للناس الفاسدة، الناس اللي بتدمر وبتخن في البلد. الحاجات دي كلها المزيكا بتشتغل، في مزيكا معينة بتشتغل وهي توحي بنصر، او توحي باللي هو ايه، بإرث قوي جدا سايب ابوه اللي هو الراجل بتاع التاريخ. بغض النظر يعني انت حسين الزهار ده من اول الفيلم، من ساعة ما شفته وانت والراجل ده وراه علامات استفهام كتيرة جدا، اللي هو نجم كود بتاعه كان عبارة عن غراب. يعني آسر ياسين أو طه داخل عليه ليلة راس السنة بحتة جاتو وبسكوت. البسكوت ده ما كانش ليه، يعني البسكوت ده كان للغراب اللي هو بيأكله. الراجل ده وراه علامات استفهام كتيرة جدا. الفيلم كان يعني عبارة عن ان هو محكم في العالم بتاعه، بغض النظر انه في تعقيدات كتير اكيد تستحق التأمل والتفكير، واكيد في حاجات هتترجم لمعاني تانية، بس هو كان محكم برضو في حتة ان هو يقول لك ده كذا وده كذا، ده فاسد وده فاسد، وده غلط وده صح، بمنظور حد عدى على مراحل كتيرة جدا اللي هو ابو طه او حسين الزهار. في نفس الوقت اللي بيحل اللغز ده كله او اللي بيعدي بالمراحل دي كلها هو طه اللي بيكمل الارث بتاع ابوه. وهي دي الفكرة بتاعت الفيلم، ان انت بتشوف العالم تمام. يعني انت يعني زي ما بقول كده ايه، هذا ما يراه عقل حسين الزهار. يعني عقل حسين الزهار شايف ان العالم اللي قدامه ده كله فاسد، وحسين الزهار كان شايف ان ايه، ان كل فاسد يستحق تراب الماس. فهي دي التجربة اللي عملها حسين الزهار. ولكن الفكرة كلها ان طه بيحقق الارث بتاع ابوه، ان هو كل فاسد يستحق تراب الماس بس. ف يا ريت يا جماعة لو انتوا بتشوفوا الفيديو لحد هنا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان ده جدا فعلا بيساعد ودي حاجة مهمة جدا. الطريقة اللي تم عرض سلوهات الفيلم ده كانت طريقة مشوقة جدا، طريقة قوية جدا. سولو أحمد كمال لوحده كان عبارة عن حكاية تانية بغض النظر عن سوء التنفيذ، ولكن كان في نجم كود كل صورة أو في كل سولو في الفيلم. يعني أحمد كمال مثلا كان قدامه غراب، وده يوحي لك بانك شايف في شر قدامك هيحصل او موت. يعني الغراب بيوحي بالموت او الشر، طائر يعني يوحي بكده. موت كتاب الميزان مثلا في ايد برجاس هو عبارة عن يعني ايه، بيعكس نوايات داخلية راجل فاسد ويخل بالميزان وما كانش راجل كويس. فبرضه كل سولو كان بيحكي حاجة. صورة آسر ياسين بالمذكرات بتاعت أبوه قبل ما تشوف الفيلم بيقول إيه، إن دي مثلا مذكرات، تقول دي حاجة أكيد فيها شيء. يعني مثلا يعني أنت لما تيجي تقرا القصة بتاعت الفيلم المكتوبة، عمرك ما كنت هتتخيل إن تراب الماس ده، يعني البريف اللي كان نازل إن هو تراب الماس ده طه كان صيدلي وهو رجع لأبوه ميت بس كده. عمرك ما كنت تتخيل ان فيلم البريف بتاعه كده ان القصه بتاعته هتروح للحته دي، هتروح الحته دي خالص. يعني انت متخيل ان طه صيدلي
فابوه كاتب تراب الماس، كاتب اكيد وصفه طبيه او حاجه، تخيل لحاجه معينه، يعني وصفه سحريه مثلا هتخلص عالم من فساد. يعني مش حاجه سهله المنال. الباقي بقى يعني باقي الصورات التانية كانت عادية، يعني منة شلبي أو ماجد أو شيرين رضا أو أي حاجة، كانت كلها صورات عادية. هي كمان يعني الموضوع بتاع الفيلم إن هو كان المفروض يبقى محمود عبد العزيز الله يرحمه يلعب دور أحمد كمال، وأحمد حلمي هو اللي هيلعب دور آسر ياسين، بس يعني الدنيا ما مشيتش كده. آه مش عارف كان ايه ممكن يحصل على الفيلم، بس انا حاسس ان ده ما اثرش على الفيلم. يعني آسر ياسين قدم واحد من اهم اعماله الفنيه هنا، واحمد كمال ممثل عبقري، وانا واثق دايما في قراراته من بدايه شغله مع داوود عبد السيد ان هو انسب حد لاي دور هو بيختاره او بيلعبه. يعني لو جينا اتكلمنا عن حتى عن دوره اللي ما كانش كبير قوي في الفيلم، كانش ممكن ما يعداش ال 20 دقيقة حتى، مش مع ربع ساعة مش عارف، بس كانش كبير، لكن كان مؤثر جدا جدا في لقائه مع برجاس، وان هو الفويس اوفر بتاعه مميز بشكل مش طبيعي. ولو جينا اتكلمنا عن المزيكا التصويرية واللي عملها هشام نزيه، هي واحدة من قائمة أحسن أعمال لهشام نزيه، تتحط مثلا توب 5 أعمال من كتر عبقريتها. وفيها نوع من يعني أنت ممكن تتفرج على الفيلم هتحس في المزيكا إيه؟ فخر الابن بابوه، الشهوة، الشغف، القلق، الفقدان، الغضب، وبعدين الرحمة، وبعدين القتل، وبعدين الرحمة بعد القتل، وبعدين المشاعر بتاعة تراب الماس نفسها لما بيستخدموها مثلا، أو يستخدمها آسر ياسين ومنة شلبي اللي هو طه وسارة لما يقتلوا حد فاسد. كل دي مشاعر تحسها في التراكات اللي عاملها هشام نزيه. أنا بتكلم بجد، أنت لو ما حسيتش بده جرب تتفرج على الفيلم تاني وتركز في المزيكا، وفعلا هتلاقي ده موجود في الفيلم. الفيلم قد يبدو انها عملية انتقامية وانتصار بقى على الفساد بس هو لا، هو مش كده خالص. هو وراك صور للفساد في اصله، يعني في نسخ خام منه، سواء بقى ضابط، بلطجي، اعلامي، جواهرجي، عضو مجلس الشعب، وابنه عضو مجلس الشعب، البيه وابنه مثلا، اي حاجة. يعني كل دي حاجات لو فسد المجتمع وانهمك في دايرة تحصين نفسه من الاحترام والارتقاء ابدا، يقعد طول عمره بدوامه ان هو يبقى ازاي انسان وسخ. انا ما بهزرش والله. فالفيلم هو بيشاور لك بص كذا وبص كذا وده كذا وده كذا، كل دول اذا فسدوا خلصت يا باشا، احنا كمان هنفسد. فصدري لم يعد يحتمل ذلك العالم. كنت خايف اني اموت على ايد واحد محترم شريف، ساعتها كنت هشك في كل حاجه عملتها. اعلن بالموت على ايد واحد حقير زي. الفيلم فيه واحد من احسن الحبكات اللي اتعملت اخر 10 سنين، يعني واحسن تويست بلوت. يعني لا يعني انا دايما اقول عايز قائمة افلام حلوة اخر 10 سنين واقدر افتكرها، ده ممكن يكون على الكرسي او العرش بتاع احسن فيلم في اخر 10 سنين. اه طبعا الفيل الازرق واعمال كريم عبد العزيز مكسره الدنيا، بس ده ما كانش فيلم اتعمل بالاحكام، يعني ما كانش فيه فيلم اتعمل بالاحكام والقوه دي. فيلم الفيل الازرق واحد واتنين مليانين مشاكل، وكلنا عارفين ده. يعني لو انت لسه ما ادركتش ده، مليانين مشاكل، هم مش وحشين بس فيهم مشاكل اكيد، ومش محكمين زي الفيلم ده. وفي الفتره الاخيره دي فيلم زي ده يعني قدم حاجات كتيرة جدا. يعني الفيلم مش قصير خالص، ساعتين ونص، بس عمرك ما تحس بيهم، ادوار محطوطه صح. سيرفيس كانت هي دي فتره محمد ممدوح. يعني انت لو تيجي تفتكر محمد ممدوح 2016 عمل جراند اوتيل، تمام، ادوار دراميه قويه جدا. يعني حوار كان اصلا عنده ساعتها في الوقت ده مشكله الصوت، عنده مشكله الصوت دي اديت له دور ما يتكلمش فيه كتير، ويخلي شكله وهيئته وجسمه هما الشخصيه اللي اتعملت واترسمت عشان تبان انها حقيره باكتر شكل ممكن. وده اللي اتعمل في الفيلم، يعني مع كامل الاحترام ان انا يعني الشخصيه الاساسيه اكيد انا بتكلم على الدور، هو ده مع كامل احترامي ليه، بس هو ده اللي اتعمل. يعني برضه ما كانش في حد يعني ايه في الفيلم، هو كان عايز يبين فساد وحقارة الناس دي. هو بيرسم الهيئة العامة والشكل في الخبث بقى، في شكلهم، في اسلوبهم، في لبسهم، في هيئتهم، كل الحاجات دي. يعني مفيش حد في الفيلم ما ماتش ما يستحقش الموت، كلهم يعني فسد. الاعلامي اللي كان بيصور الناس انه بطل او مناصر للحق، هو برضه مصور فيديوهات لناس تانية. الضابط في الاصل فاسد بيتاجر بمكانته وبيستغل عمله ده في انه ينشر فساده. كل ده حاجات الفيلم صوره لك بسرعه كده في لمح البصر، بس انت عشت معاها. الفيلم مش يقول ان هو فيه مشاكل يعني في داخل العمل نفسه، لا، يعني كان في حته عدم توفيق كده، تمام. الرواية ما كانتش أحسن حاجة، فما توقعتش إنها تطلع بالشكل ده في الفيلم.
في الروايه برضو طه كان بيلعب درامز، فالناس ربطت مشاهد الدرامز بتاعت طه بفيلم ويبلاش. هو اصلا يعني ويبلاش اصلا مش متاخد من الروايه، والفيلم دوت روايته معموله 2010 اللي هو تراب الماس. فالناس قعدت بقى تقارن بويبلاش ومش عارف ايه، بس لا، الروايه اصلا معموله قبل فيلم ويبلاش، فملوش علاقه اصلا بالفيلم. الفيلم برضو ما كانش موفق في اختيار الشرنوبي وطارق عماد. يعني لما جيت فكرت كده في الادوار دي، تمثيلهم ممكن ان هو يكون واحد من ارضى واسوأ مشاهد التمثيل اللي شفتها على الاطلاق. دور شيرين رضا اصلا كمان ما كانش احسن حاجه، ومالوش قوه او سيطره زي الشكل اللي هم كانوا يعني مبينينه ليها في الفيلم. لكن هي كانت ولا حاجه، كان دورها ضعيف جدا. ومش عارف، يعني حاسس ان هو كفايه قوي كلام عن الفيلم لحد كده يعني. بس دايما خلينا فاكرين ان السكوت عن الحق جريمه، وحتى لا ينسى التاريخ كل فاسد استحق تراب الماس. وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، لان ده جدا جدا بيساعد. وبس كده.